هم تحبون تخلون هايلايتر او المؤشر هذه الالوان على الكتاب مالتكم او الملزمه مالتكم وانتم جاي تقرون؟ كون صريح وياي، كم مره خليتوا من هذا الهايلايتر وحسيتوا نفسكم انه انتم واثقين من نفسكم وخلاص انا قريت واشرت وكل شيء تمام، بس بوقت الامتحان من ردت تتذكر ما تذكرت شيء غير الالوان اللي كانت موجوده وصارت الذاكره مالتك بيضة وكل شيء ماكو. خل اقول لك فد سر معين، الهايلايتر او المؤشر هذا يخلي الدفتر مالتك حلو وكنا قوس قزح او غيرها من الالوان هذه، بس الحقيقه ما يساعد اي شيء بالذاكره مالتك. ساره تحب تاشر على الكتاب مالتها وتخلي هايلايتر على كل نقطه تحسها مهمه او كل نقطه تشوف، وصفحه ورا صفحه وهي تستخدم الهايلايتر. كل صفحه من عندها تبين بها الوان كلش هوايه وتشوف الكتاب مالتها حلو او الملزمه، وهي تحس بثقه انه جاي تشوف الكتاب مالتها مليان وهي جاي تحل بيه عبالك. بس من يجي الامتحان كل هذا اللي أشرته وكل الذاكرة مالتها نوعا ما راح تبدي تتداخل وما تتذكر شيء من المادة مالتها إلا أشياء بسيطة. فتفكر سارة تقول أنا درست حيل وكنت أتذكر أنه أشرتهن هذين الأشياء مهمات وقلت عليهم ممكن يجون، ليش ما دا أتذكرهم وأحل؟ المشكلة وين؟ المشكلة الهايلايتر أو المؤشر هذا هو فعل سلبي تسويه انت، يعني انت نوعا ما جاي تضيع وقتك بدون ما تدرب دماغك على الماده اللي قدامك. عيونك راح تتحرك ويا الهايلايتر وايدك كذلك، بس الدماغ مالتك تقريبا واقف، ما جاي يستقبل معلومات جديده، ما جاي يحفظ اللي انت جاي تأشره اساسا. الدماغ يحتاج انه يبني علاقه قويه جدا بين المعلومات اللي جاي تدرسها وبين الحياه اللي انت بيها حتى يقدر يتذكرهن من تحتاجهن. فالتأشير والقراءة السريعة اللي بدون تركيز هذه اثنيناتهم هن عبارة عن أدوات سلبية بالدراسة، مجرد نوعا ما تضيع وقتك وتتذكر من عندها فقط أشياء بسيطة من اللي درست. فبالأبحاث الجديدة خلوها من أقل الأشياء تأثيرا بالدراسة. فالدماغ مالتنا يتذكر شنو خلق وشنو صنع من أفكار، شلون كنت أنت كرييتيف بيه، ما يتذكر شنو أشر. زين، شنو البديل عن هذا الهايلايتر أو عن هذه الطرق السلبية بالدراسة؟ ورا ما درست وحفظت المواضيع اللي عندك أنت، حاول انه تسد الكتاب وتتذكر شنو درست وتسأل نفسك فد أسئلة وتجاوب عليها. إذا عرفت تجاوب على هذه الأسئلة ابدي اكتبها وشوف الأخطاء اللي عندك وين. خلي تكون عندك مراجعات متقطعة، كل شوية راجع جزء معين، لا تراجع كل شيء مرة واحدة لأنه همين راح تنسى. وحاول انه تخلي نفسك تعيش أجواء الامتحان، سوي لنفسك امتحانات تشبه الامتحان الأخير اللي راح تمر به، يعني جهز لك ورقة وأسئلة اطبعها وحاول تحس نفسك انه انت اكو عليك مراقبين وجاوب. فبدال الهايلايتر استخدم القلم وحاول تختبر نفسك وتختبر الدماغ مالتك ايش قد يتذكر، هذا هواي افضل. فالمره الجايه من تحس نفسك انه تريد تاشر بالهايلايتر خلاص اترك الموضوع هذا، لان الدماغ ما يتذكر الهايلايتر من خليته على فد نقطه معينه، الدماغ يتذكر الجهد اللي انت خليته وطريقه الدراسه الذكيه اللي خليتها حتى تتذكر المعلومات اللي عندك.